بص، قبل ما تمسك الموبايل تاني وتقول هبدأ بعد 5 دقايق، اسمعني 30 ثانية بس. انت واخد بالك ان الامتحان بيقرب؟ وبدل ما تشد نفسك دماغك بقت واي فاي فري، اي حاجة تعدي قدامك تشغلك. فتعال اقولك حاجة بسرعة، لو فضلت تذاكر بنفس الطريقة اللي مخليك متوتر دلوقتي مش هتعدي، وهتفضل تلف في نفس الدايرة. بس في حلول بسيطة حقيقية بتشتغل مع أي حد، حرفياً ممكن تغير أسبوع مذاكرتك كله. وحط في بالك، أنت مش فاشل ولا كسلان، أنت بس بتذاكر بطريقة غلط. اقعد معايا الدقايق اللي جاية وأنا هفهمك إزاي تستعد للامتحان من غير توتر ومن غير ما تحس إنك داخل حرب. الحل الأول، ورقة الامتحان الوهمية. بص، قبل ما تغرق وسط المنهج، اعمل ورقة واحدة بس هتنقذك. خد 10 دقايق واكتب 3 حاجات، أهم 10 أسئلة متوقعة، 5 حاجات لازم تحفظهم: تعريف، قانون، خطوات. الحتة اللي دايما بتقع فيها، اللي كل مرة تقول هرجع له بعدين وما بنرجعلوش. الورقة دي بتقول لعقلك إحنا هنشتغل على دول، مش على 100 صفحة. وهتتفاجئ قد إيه القلق بيقل والطريق بيبقى واضح. الحل التاني، ذاكر بطريقة الامتحان. مش كل مادة تتذاكر بنفس الأسلوب. لو الامتحان اختياري، هات أسئلة. مقالي، هات أفكار ونماذج إجابة. مسائل، حل 10 مسائل متنوعة. الفكرة بسيطة، أنت مش مطلوب تحفظ الكتاب، أنت مطلوب تجهز للي هيقابلك في الورقة. الحل التالت، نظام ال3 ورقات. هات 3 ورق A4 ويكتب عليهم فهمه، حاجات تمام، تعبان، اللي بتوقعك، لازم تتكرر، قوانين وتعريفات وحاجات سريعة. بعد ما تخلص المذاكرة، انسى المنهج كله وارجع بس لتعبان زائد لازم تتكرر. ده بيوفر وقت رهيب وبيزود درجاتك من غير وجع دماغ. الحل الرابع، نموذج كامل زي الحقيقي. ليه؟ لأن الوحيد اللي هيكشف لك وقتك عامل ازاي، انت بتتلخبط في ايه اللي محتاج تراجعه، وبعدين ارجع بس للغلطات. الحتة اللي غلطت فيها مرة غالبا هتغلط فيها في الامتحان لو ما جاوبتش عليها دلوقتي. نموذج واحد يساوي قيمة 3 ساعات مذاكرة. الحل الخامس، المذاكرة بالكتابة. أهم نقطة بجد، القراءة لوحدها مش مذاكرة. المذاكرة بتحصل لما تستخدم إيدك. اكتب حاجات بسيطة زي مثلا خريطة صغيرة، خطوات حل، قانون، جدول، كلمة مفتاحية. ثبات المعلومات بيزيد 3 أضعاف، وده اللي محتاجه قبل الامتحان. طيب، تاخد ال5 حلول دول وتعمل بيهم إيه في يومك؟ هقولك بالظبط. اعمل ورقة الامتحان الوهمية 10 دقايق. ذاكر حسب طريقة الامتحان، أسئلة أو نماذج أو مسائل. استخدم نظام ال3 ورقات طول اليوم. حل نموذج كامل زي الحقيقي في النص. وثق كل حاجة مهمة على ورقة صغيرة بإيدك. لو عملت ده، هتلاقي نفسك بعد يومين بس بقيت فاهم المادة أكتر من أول أسبوع مذاكرة. أنا عارف إن ال5 حلول دول مش كلام خفيف، بس صدقني هم اللي بيجيبوا نتائج بجد. اكتب لي في التعليقات هطبق الحلول، وابعت الفيديو لصاحبك اللي دايما بيتوتر قبل الامتحان.